السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا جبت طماطم وخرطتها وغسلتها حلو جدا جدا، وبعد ما خرطتها انا هخلطها دلوقتي في الخلاط. انا بعمل الخلاط نص ميه كده، انا كنت عامله قبل ما اصور وكده عملت شويه عشان ما اكترش عليكم الفيديو اهو. ولسه هحط في الخلاط هنا قوطه، بعد كده هخلطها معاكم. حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو ده وافرجكم معايا وانا بعمل. يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت. باي. شايفين يا جماعه دي القطه اللي انا عاملاها، اللي كنت خلطها وكده وضربها في الخلاط وبضرب الشويتين دول. يا جماعه انا جبت دول 8 كيلو، جبتها من سوق. انتوا عارفين طبعا الطماطم غاليه، ماما بتحب الطماطم وكده تجيبها تبقى ناشفه كده وحلوه، وبتخلطها وكده وتخزنها في الفريزر. بتعمل نصها صلصه ونصها تقليه. الصلصه دي بتاعت المكرونه والرز الاحمر وكده، والتقليه دي بتاعت المحشي وبتاعت الطبيخ، يعني زي الطبيخ، يعني زي الكوسه، البسله، الباميه، القلقاس كده. وتبقى جاهزه، انا بحطها في اكياس واشيلها. اول مثلا هطبخ النهارده ابقى اعملها في اكياس، بعمل مثلا نصهم، بعملها مثلا لو 2 كيلو ممكن اعملها على 3 4 اكياس 5 اكياس كده، على حسب الطبخه اللي انت عاملاها. بشيلها في كيس. اول ما بحس ان انا هطبخ وكده بطلع الكيس اخليه يفك، احطه في الميه كده. اول ما يفك اجيب حله وكده واحطهم وانزل بقى بالكوسه، او انت اي طبخ انت عاملاه، بس انا لما بعمل كوسه بنزل بالكوسه واسيبها بقى تسبك. تمام. ولو لقيتها ان هي قليله كده بكتر، بحط شويه ميه بس يا حبايبي. يطلع معاكم بقى الاكل مستوي جدا. حتى لو جالكم حد، يعني جالكم حد مثلا صدفة، تطلعوا وتعملي مش هتكملي 10 دقايق. اول بس ما الطبيخ هيستوي، يعني الاول ما البطاطس هتستوي او البامية او الكوسة او اي حاجة، مش تاخد معاك وقت. في ناس بقى ما بتعملش كده، في ناس بيعمل الوقت بوقته ازاي. هقولك. بتعمل مثلا، قالت لي مثلا حماتها جايه لها النهارده، تمام، لسه هتقوم تعمل التقلية، تعمل بصل، تخرطه وتحمره وتنزل بالصلصة وتسيبها لحد ما تتسبك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. في ناس بتسيبها ساعة لحد ما تدخل معاها قوي. تقعدي بقى سايبها على ايه يا حبيبتي؟ انت تعمليها وتحطها في اكياس وتشيلها في الفريزر بتاعك، تعوزي تطلعي وتعملي، فاهمة؟ وتبقى اسهل عليكي. والصلصة نفس النظام بعملها كده. انا بحب الصلصة دي، ما بعشقها يا جماعة. انا ممكن اعمل الفريزر كله صلصة وبتغلى، لو انتوا عارفين ان هي بتغلي. وطبعا متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم مني كل جديد، وربنا يكرمكم يا رب.